ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعذروني طبعا على اللبس اللي انا عندي فرح عقبال عندكم كمان شويه، فهطلع لكم باللبس ده اهو تغيير. جاي اتكلم النهارده عن خساره تشيلسي امام مانشستر سيتي. فيلا بينا. بدايتها الظهور الاول للنجم المصري عمر مرموش هو وخوسانوف النهارده اللي تسبب في هدف لنادي تشيلسي عن طريق نونو مادوكي، عن طريق خطأ من خوسانوف. خوسانوف مش قادر اشيله الليله، مش قادر اشيله الجول ان خوسانوف لعيب صغير. الكابتن حفيظ دراجي قالها في الماتش، قال ان ده ما يبقى لعيب صغير وبيلعب في الدفاع بالذات في منظومه زي فرقه السيتي، فكميه الضغط اللي هو جاي من الدوري الانجليزي، دوري صغير، فرقه صغيره، فجاه راح الدوري من الدوري الفرنساوي للدوري الانجليزي في السيتي بالذات. فلا الموضوع صعب، جه عليه كميه ضغوط، والنهارده بان بعد لما تسبب في الجون وبعد كده خد الانذار وقعد يعيط، فبان ان الواد ده من جواه في كميه ضغط مش طبيعيه. طبعا غير عمر مرموش، لان عمر مرموش جاي نجم في المانيا، جاي نجم مصري، جاي نجم كبير، وصفقه تقيله اللي هو، وكمان هو لعيب كبير، مش صغير في السن، مش شاب، ده عنده 20 سنه، عمر مرموش عنده 25 سنه. ففي فرق سن، في فرق خبره. طبعا عمر مرموش بقاله اكتر من 5 سنين بيلعب في اوروبا، فالفرق واضح بين شخصيه خوسانوف وشخصيه عمر مرموش في اول ماتش. فخوسانوف باين عليه، بص يعني من كام لمسه اللي هو لمسها قبل ما يطلع في الشوط التاني وينزل مكانه جون ستونز، كان باين عليه ان هو لعيب كويس، لعيب بوتنشال، الكرة في رجله حلوه، المدافع ناشف مش خيخه، فياخد فرصته والدنيا هتبقى كويسه. عمر مرموش بدايه اول 10 دقايق عمل فرصه خطيره جدا وشالها روبرت سانشيز، حسب الله ونعم الوكيل فيه. ف هما صفقات السيتي لحد دلوقتي عامله اداء حلو، وفكره ان هو كمان لاعب ماتيوس نونيز النهارده باك رايت تاني بعد ماتش باريس اللي باركولا كان ماسح بيه النجيله. النهارده ماتيوس نونيز عمل ماتش حلو جدا، عرف يقفل كويس جدا على سانشو، لما بيدرو نيتو نزل كمان عرف يقفل عليه. انا طبعا كلامي النهارده هيبقى عشوائي بحت مش منظم، انا اللي في بالي هقوله، انا مش كاتب اي حاجه، انا مش محضر اي حاجه، انا طالع بعد الماتش اللي اتفرجت عليه ده مش طايق نفسي ومش قادر اكتب، فانا قلت اعمل فيديو واقول فيه اللي في بالي، بقى الافكار تطلع زي ما تطلع بالترتيب اللي انا عايزه، مش بالترتيب اللي عايزه، بس اهم حاجه ان اللي في بالي يوصل لكم. تشيلسي لعب حلو في الشوط الاولاني، تشيلسي لعب حلو، تشيلسي كان ماسك الماتش، بس كان فيه مشكله صغيره وهو نوني مادوكي. اي حاجه او اي هجمه بتتبني لتشيلسي في الماتش بتنتهي عند نوني مادوكي. يعني بنبدا نحضر من اول روبرت سانشيز، بعد كده كولويل، تشالوبا، ريسي جيمس، وهكذا وهكذا وهكذا، تتلعب لسانشو يغير الملعب. نوني مادوكي الفرصه ضاعت ليه؟ نوني مادوكي ما عندوش غير حركه واحده بيعملها، يفضل مثبت المدافع، يثبت المدافع على رجله اللي هي الشمال، بعد كده يقوم قاطم على اليمين عامله عرضيه زي الزفت، زي الزفت. يا بتخبط بقى في المدافع اللي بتخبط بقى في فارديول، بتخبط في اكانجي، ادرسون بيطلع يمسكها، بتطلع بره اصلا منه. فبجد انا نفسي افهم، يعني انزو ماريسكا طلع قال على مادوكي ان هو لعيب ما بيحبش الانتقادات، لعيب عايز يلعب، لعيب بيعيط لو بيضيع الدكه. طب انت عارف ان هو لعيب مش كويس، انت بقى خايف المشاكل اللي هو يعملها لك في اوضه اللبس؟ معلش انت المدرب. وغير كده نوني مادوكي مثلا، مش هقول لك كول بالمر اللي هو نجم، يعني زعله هيبقى وحش، مش زعله، مش فكره زعله هيبقى وحش، اللي هو ده النجم بتاعك، ده هتفكر انك تريحه ازاي شويه. بس مش نوني مادوكي اللي هو اصلا لعيب اقل من العادي، اقل من العادي بجد. يعني هقول لك مثلا وينج زي إيلانجا في روتنجهام فورست، ده نوني مادوكي انا بشبهه، حتى اصحابي عارفين شبهوا نوني مادوكي ده النسخه السيئه من انطوني إيلانجا، واصحابي لو بيتفرجوا هيبقوا عارفين انا مسمي مادوكي ده النسخه السيئه من انطوني إيلانجا. فتتخيلين بقى إيلانجا سيء ازاي، مادوكي اسوأ منه، حتى بعد الجول اللي جابه ده جون اقسم بالله، جون ريحته وحشه، ريحته حمام. تخيل جون غلطه من خوسانوف
جات لي جاكسون عمل اسيست المدوكي بجد يعني. جون كله ريحته صنان حرفيا، ريحته قرف. فده ما يتحسبش يعني، ما نقولش لو كان عامل ماتش حلو، لا لا، اللي اتفرج على الماتش اللي كان عامل ماتش زي الزفت وطالع متاخر جدا. يعني مدويكي طالع متاخر جدا. يعني بدايه الشوط الثاني بعد ما السيتي عملت التغيير بتاع اللي هو نزول جون ستونز واطلاقه سانوف، انت عملت تغيير كويس اللي هو طلوع جاكسون ونزول نكونكو. تغيير كويس جدا في الدقيقه 59. التغيير ده دخل قلبي. مش هقول لك دخل، مش بقول لك بقى ما نكونكو دخل، لا ده دخل قلبي. ليه؟ مش حلاوه في نكونكو، حلاوه من اخيرا جاكسون طلع من الملعب وخلاص. وعيني مش هتشوف الزنا الكروي ده كان بالنسبه لي هو الحمد لله كسبانين 1-0. جاكسون طلع، ناقص فادويك يطلع ويبقى الماتش زي الفل. الماتش هيبقى زي الفل. يجي طبعا اللي ما بيسترش ابن روبرت سانشيز. انا نفسي افهم لحد دلوقتي البني ادم ده بيعمل ايه. انا في مفيش ماتش لتشيلسي واللي مش مصدقني راجع فيديوهاتي ما قلتش ان روبرت زفت الطين سانشيز لازم يمشي. اللي هو مهما عمل معاك ماتشات ومهما اداك تصديات وحش، كارثي. يعني كيبا اللي في بورنموث عمه بجد، ده عمه. يعني احنا كنا متضايقين من كيبا، لا رجع لنا كيبا بعد اذنك. رجع لي كيبا ونزله مكان روبرت سانشيز. رجع لي كيبا حالا. انا عايز كيبا، انا عايز اي ابن كلب مكان ده، اي حد مكان هذا العاهه. طالع لحد يعني الكرة يا ريتها انفراد، كوكوريا قافل على هالاند، انت طالع لحد الخط ال 18 اللي تعمل ايه؟ وده انا اسف مثلا، ده مش اكانجي، ده مش ستونز، اللعيبه اللي ما عندهم اللي رجليهم مش حلوه على الجون. او مثلا يا عم مش لعيب مهزوز، مش لعيب خايف، ده هالاند. انت سايب لهالاند الجون، واول ما خدت بالك ان هالاند طلعت تجري زي اللهبل. طلع يجري زي اللهبل قسما بالله. ده حارس عبيط. فدي اشيلها لمين؟ اشيلها لانزو ماريسكا 100%. وجود روبرت سانشيز على قائمه حراسه المرمى هو السبب في كل النقط اللي احنا بنوقعها. طبعا بين العلوق بتوع الدفاع، طقم الحلل، دساسي، بدياشيلي، طقم العلوق ده كله في كوم، وروبرت سانشيز في كوم، وجاكسون ده كوم تاني بقى، كوم تاني خالص. ده في الملاحات، جاكسون ده في الملاحات. والله العظيم احنا عندنا كام لعيب في الملاحات عايزين الحرق. يعني انا يعني ابقى عندي مهاجم ماضي 9 سنين يبقى بالمنظر ده. شوف بقى الفرق بينك، انت مضي جاكسون 9 سنين، شوف بقى السيتي مضي بين 9 سنين مضي هالاند. شوف فرق بين هالاند وفرق بين جاكسون. شوف فرق بين اي لعيب في السيتي بيلعب كمهاجم سواء السنه دي السنين اللي فاتت ونيكولاس جاكسون. طبعا هيكسب 100% المهاجم اللي كان في السيتي، سواء جوليان الفاريز، هالاند كده اجويرو، اي حد، والله العظيم اي حد. بالوتيلي بقى بالناس الرقش اللي كانوا موجودين زمان هيكسبوا. اقول لك حاجه، اقسم بالله عمرو زكي السيزون ولا نص سيزون اللي عملهم في الدوري الانجليزي انضف 100 مره من السنتين ولا الثلاثه اللي بقى نيكولاس جاكسون موجودين فيه. والله العظيم انضف بكتير. على الاقل كان لعيب بوتنشال، عقليه صفر، بس لعيب حلو، لعيب جامد. كريس وود انضف، كريس وود اللي عنده 35 و 36 سنه انضف مليون مره من هذا الكلب. ده ما كانش عليه غير الكلب. طبعا اول ما السيتي نزل دي بروين حصل تغيير في الخطه. هتسال هي اقول لك. طبعا هو نزل دي بروين وطلع عمر مرموش، كانت حولت ليه؟ 4-4-2 دايموند. ازاي؟ الاربعه اللي ورا زي ما هو، كوفازيتش، جوندوجان، برناردو سيلفا، راس مثلث في الفودن، مهاجم على الشمال دي بروين، مهاجم على اليمين هالاند.
ودي حصلت في الجون الثالث لنادي مانشستر سيتي. هتاخد بالك مين اللي نزل الكره لهالاند اللي كان ممسوك من جوستو؟ كان دي بروين، نزلها براسه لهالاند. هالاند غفل انزو وكايسيدو تغفيله، هوبا نتشها بسن رجل الفودن. فودن انفراد طبعا، موقفين ثلاجه ايديال او كريازي في الجون، هوبا من تحت رجله جون 3-1 والماتش انتهى لحد كده. اللي مش عاجبني بقى في الماتش كله من السيتي الجزء اللي جاي ده، يعني من الدقيقة 89 لحد الدقيقة 93 مالو جوستو لمس الكورة 8 مرات. 8 مرات دول فين؟ عند الاوت بتاعنا في نفس المكان. كرة تيجي جوستو يلعبها، هالاند اوت يطفش اوت، تيجي لدي بروين يطفش اوت. كرة وحيدة اللي هقول لك مختلفة، دي بروين وقف عند الكورنر حجز على كايسيدو وجوستو طلعها لنا اوت. دي الكرة تعتبر مختلفة اللي هي ما فيهاش اللي هي التشليحة، لا هي طلع هو طلعها بالراحة. بس وطبعا يعني شغل جمهور لعيبة الزمالك ومجلس إدارة الزمالك احنا عارفينه والجهاز الفني كله. بالمر معاه الكرة ورايح قاموا منزل له كرة في الملعب. يا جدعان يا جدعان قالوا ده انتوا السيتي، يعني شغل اللعب العيال ده وشغل الدوري المصري ده مش هينفع. بتعملوا ده شغل دوري مصري، والله العظيم شغل دوري مصري. فشغل بقى البلدي والحتت دي مش هشجعكم مصري، يعرفكم الدنيا. هو تقريبا مرموش جه فهمهم الدنيا واللي بيحصل ورمي لهم كوره لما تلاقيهم رايحين جون. الحاجات دي كان هو مجربها في وادي دجله. انا والله ما عارف احاسب مين، والله العظيم انا تعبت بعد ما كنا التاني دلوقتي احنا السادس ب 41 نقطه، والسيتي الرابع ب 42 نقطه، وحاجه قرف بجد. انا تعبت، احنا ب 40 وهم ب 41 اسف. بجد انا تعبت من النادي، ومن كل شويه لما نقرب من حته كويسه نلاقي النادي بيقع. دي غلطه من مين؟ غلطه من الاداره مره واحده. بس كده يا شباب، كده تبقى الحلقه خلصت. يا رب تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.